عبد القوي، طالبة بالفرقة الأولى قسم الكيمياء. طبعا حفلة الترحيب كانت جميلة جدا، أكثر من ممتازة بجد. يعني عملوا حاجات كتير جدا، احنا كنا داخلين أصلا تكوين الشغف، مجرد الكلية تنسيق جابها لنا وخلاص. كنا داخلين طبعا طموحاتنا كانت أعلى من كده كطب، يعني ناس كتير برضو كان أحلامها إن هي تدخل الهندسة. يعني يمكن دي غريزة اتحطت فينا إن احنا يعني كليات القمة. بس طبعا لما دخلنا الكليه في حفله الترحيب بجد كلامهم كان جميل جدا. عرفنا ان مفيش حاجه اسمها كليات قمه، بل احنا اللي بنسمع القمه. يعني احنا باجتهادنا، وطبعا توفيق ربنا اولا يعني. وبجد بشكر الدكتور صبحي شرف عميد الكليه سابقا، والعميده دكتوره فتيحه بطيخ. بجد يعني عملوا معانا حاجات كتير جدا، وبالذات دكتوره فتيحه بجد ساعدتني كتير جدا ووقفت جنبي. انا بجد مش هقدر انسى الموقف اللي حصل يعني. كمان في حفله الترحيب يعني التنظيم بجد كان جميل جدا. ويعني كلامهم كان حافز لينا، وانا حاسه ان شاء الله كلنا هنعمل حاجه جميله جدا. كليه التربيه ما زالت في القمه، مش في القاع خالص. زي الناس كلها ما بتفتكر ان الواحد هيدخل كليه تربيه وان دي مش كليه قمه، لا. يعني بجد شكرا ليهم، وان شاء الله هنعمل الافضل ما عندنا. وعرفنا حاجات كتير جدا في حفله الترحيب، عرفونا على اسره طلاب من اجل مصر حاليا احنا فيها. معانا دكتوره دعاء الشاعر بجد يعني امنا يعني بجد يعني. وبرضو اتحاد، ويعني بنعمل عظمه، وان شاء الله يعني نكون افضل بامر الله.